حاجه نجيب كيس اندومي بالخضار ونفككه بس في ميه مغليه على النار، ثواني كده يفكوا بس من بعض، كل نص سوا كده ونقوم شايلها نطلعها كده ونركنها في جنب شويه. بعدين هنقطع شويه خضروات على حسب الرغبه بقى ومزاجك. انا جبت بصل وجزر وفلفل وتلات اربع فصوص توم كده، عسل اسود وصويا صوص وزيت زيتون. صويا صوص شويه حلوين كده، حط ما يهمكش. معلقه واحده بس عسل اسود، لازم نتعامل معاه بحذر عشان ده بيبقى بيوقع وايامه سودة. واحد اتنين هوبا. معلقه زيت زيتون صغنن بس. نقلب الكلام ده كويس طبعا، وننزل بقى على الكلام ده بايه؟ ببهارات الاندومي اللي احنا عملناها في الاول. نركن الصوص بقى ده على جنب ونعمل بقى ايه الخضار على النار. ننزل بايه؟ بمعلقه زبده حلوه كده. ننزل بقى ايه بعد ما الزبده بدات تغلي كده او تفقع بالخضار بتاعنا على النار بقى كده او على درجه حراره عاليه، نقعد نقلب فيهم بس معلقه غير دي عشان ما نخربش الطاسه. شويه بابريكا، شويه كاري كده حلوين، انا بحب الكاري بحطه في اي حاجه عموما يعني. نقلب فيها شويه حلوين بقى كده لغايه ايه ما يتبلوا. ايه ننزل بالاندومي الشيه بتاعتنا، وننزل بقى ايه بالصوص اللي احنا كنا عاملينه بالصويا صوص. نديها تقلبتين حلوين بقى على النار كده مع الصويا صوص والبصل والجزر والحاجه.